انا هفركش خطوبتي وعاوزه رايك. انا مخطوبه وبحب خطيبي من زمان ومفيش اي مشاكل بينا خالص، غير مشكله دايما بنتخانق بسببها، انه بيبص للبنات والستات وانا معاه، وكل مره اتخانق واخرب الدنيا وبيغيظني ويكذب ويقول لي ما بصيتش وانا شايفاه. لغايه من كام يوم كنا في كافيه، دخلت الحمام لقيت واحده ومامتها ماسكين في خناقه عشان عمال يبص على البنت بطريقه مش كويسه. كنت في نص هدومي بس دافعت عنه عشان شكلنا قدام الناس، بس من ساعتها وانا حاسه ان انا مش طايقاه ومش طايقه اشوفه. وماما عماله تقول لي بكره تتجوزوا ويعقل. انا مش عارفه اعمل ايه رايك؟ هو ممكن يعقل فعلا بعد ما نتجوز ولا هيفضل يفضحني كده؟ ودي كانت القصه. المهم انها بتسال واحده زي انا صاحبه شعار مفيش حد بيتغير، هيعقل ليه بعد الجواز؟ ايه اللي هيعقله بعد الجواز؟ ده هو اللي عنده ده مشكله اخلاقيه. الراجل اللي عينيه زيغه قبل الجواز هيفضل عينيه زيغه بعد الجواز، لان دي مشكله في اخلاقه وتربيته، مش زي ما بيقولوا بعض الناس بيتفزلكوا او بعض الرجاله اللي بيحاولوا يشيعوا انه يا عيني هو بس عشان محروم من العلاقه الحميميه فلما يتجوز هو بعد كده هيتلم ويبقى انسان محترم. هل انت حيوان؟ الحيوان هو اللي بيمشي ورا غرايزه. يعني لما تلاقي قرد قاعد بيراقب قرده بتتسلق شجره من هنا لهنا وعينه يبحلقها كده، ما عندوش ضوابط اخلاقيه واجتماعيه. لكن انت ايها القرد الاعلى ما عندكش. المفروض عندك. الجواز مش مصحة نفسية ولا مصلحة سجون ولا دار رعاية. محدش بيبقى وحش قبل الجواز وبيبقى فيه عيوب وبتتصلح بعد الجواز. ده بالعكس، ده ساعات بتسوء، لانه بيعرف ان في حد قبله على وضعه، على وحشته دي، على اخلاقه الهباب دي، فبيسوء فيها. اللي عينه زي قبل الجواز عينه هتبقى تدب فيها رصاصة بعد الجواز. دي مشكلة اخلاقية ملهاش علاقة وهو متجوز ولا مش متجوز. ده اغلب اللي بيبصبصوا للستات متجوزين يبقى ماشي مع مراته ويعمل كده. دي بتحصل طول الوقت، بيبقى منظر حقير مقرف لما اكون ماشيه في الشارع والاقي واحد ماشي مع مراته ولا خطيبته وبيبص لي بصات كده، منظر مقرف. اهو ده الشخص الوحيد ببقى عايزه امسكه اضربه وافقع له عينيه دي، لانه مسبب حرج للبني ادمه اللي معايا اللي ممكن ما يكونش ليها ذنب. وساعات هي اللي بتتهان، نقول لها ما تلمي جوزك ولا تلمي خطيبك ولا تلمي البقف اللي معاكي ده، هي اللي بتتعرض للاهانه بسببه. فهي مستنيه راينا. محدش بيتغير حبيبتي محدش بيتغير يا ماما والله ما حد بيتغير. قولوا لها انتوا. انا كل مره اقولها لكم، مره من اليمين محدش بيتغير ومره من الشمال محدش بيتغير، ودي واحده في النص محدش بيتغير. خليه جنب ماما، اللي زي ده نخليه جنب ماما تفرح بيه وبقله ادب عشان ما عرفتش تربي، وهي في انتظار ارائكم يعني. وفي النهايه كانت معاكم فيبي انور سيناريستيه، ويومكم سعيد.